اتكلمت قبل كده عن الزوج المسافر وازاي تتعاملي مع ابنك في غياب الزوج. النهارده بإذن الله هتكلم على الزوج المتوفي. اولا احنا دلوقتي قدام حقيقة لازم نعترف بيها، ان الزوج مش مسافر فترة وراجع. دلوقتي انت هتكملي المسيرة لوحدك، هتبقي الام والاب. طب هتصرف ازاي دلوقتي؟ اولا تعالي اعرفك مكانتك فين عند ربنا. ربنا وصف مكانتك بمكانة المجاهد في سبيل الله، من عظمة المكانة اللي ربنا حطك فيها حاليا. كلنا عارفين إن أول من يدخل الجنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعالي شوفي سيدنا محمد قال إيه. قال: وأنا بطرق باب الجنة يجد امرأة كتفها بكتفه فينظر إليها: من أنت يا امرأة؟ مين أنت مين؟ بيبص لها، لا هي من أهل بيته ولا حد يعرفه. يقول لها: من أنت؟ فترد قائلة: أنا امرأة قعدت على أطفالها الأيتام. شفتي مكانتك فين؟ هتسابقي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة. لازم نرضى بقضاء الله وقدره، ولازم تبقي فاهمة وعارفة إن إحنا كلنا بنقضي رسالته بتخلص هنا. عشان توصلي للخطوة الجاية لازم الأول تثبتي خطوتك الأولى، بمعنى لازم الأول تهدي من نفسك، تستعيني بالصبر وما تخافيش، لأن ربنا وحده هو اللي هيعينك في تربية أولادك. نشوف الخطوة اللي بعد كده. اولا ممنوع ان انت تحسسي ولادك ان في شيء ناقصهم. الاب مهم في كل شيء، ولكن اذكري له دائما ان ده قضاء الله وقدره. قولي له ايضا ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كان يتيم. ثالثا خليه يروح المسجد، في كل اذان يروح المسجد. كمان عرفيه على صحبه كويسه تكوني واثقه فيهم وفي عائلتهم. كمان يقعد كتير مع عمه أو خاله أو جده أو أي شخص موثوق فيه. وبلاش تخليه يشوفك وانت بتعيطي على طول أو متضايقة أو حاسة بالضعف. بلاش ابنك يشوفك ضعيفة أبدا. قوليله دايما إن هو راجلك وسندك، ومش معنى إن باباه متوفي إن ده هينقص في رجولته في شيء. خليني دايما أفكرك إن انت نقطة القوة بالنسبة لأولادك. حافظي قوي على القوة دي.